طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ احلى صباح عليكم او مساء حسب ما هتشوفوني يعني. هنا رابع يوم لينا في دهب، ورحلة اليخت بقى من امتع الرحلات اللي ممكن تعيشوها او ممكن تطلعوها في دهب. عامة المكان كان رائع جدا جدا، وطبعا بناخده تصاريح ولازم تصاريح وكده عشان خاطر تعرفوا يعني ايه تطلعوا كده، عشان بيبقى يعني بنمشي باليخت في البحر، ففي حدود السعودية في الأردن في كده يعني، عشان يبقى الحكومة يعني عارفة مين اللي طلع وكم عدد وكده، ويرجع زي ما هو برضو بيشيك عليه بنفس الطريقة. تمام، هسيبكم بقى مع الرحلة، تحفة جدا جدا جدا. ويا رب الفيديو النهاردة يعجبكم. هنا بقى كنا طالعين رايحين نطلع يخت يعني اهو. هتشوفوا بقى معايا التفاصيل كلها. هنا بقى كنا بنملى البيانات، الفندق بتاعنا اسمه ايه، رقم الغرفة، اسامينا بالكامل، الاسرة عامة كام فرد، كل الكلام دوت طاقم المركب بياخده، بينزل بياخدوه مننا فوق يعني. بنملى البيانات دي كلها وبياخدها الضابط تحت. تمام، وبيبقى في نسخة على المركب يعني. بس كده. بصوا بقى، انا هسيبكم تتمتعوا بالجمال اللي قدامكم ده كله. بصراحة الفيديو ده انا كنت عايزة انزله من غير صوتي اصلا، بس حبيت ان انا اشرح ايه التفاصيل وكده، عشان اللي هيروح دهب او حاجة فيبقى فاهم حتى نوعا ما، وان انا اكون اقدر اوصلت لكم المعلومة يعني، اكون قدرت اوصل لكم المعلومة يعني زي ما هي. تمام، ومعاكم بقى الفيديو كده.
شايف لون واحد وبنقف جنب بعض، ما بنبقاش واقفين لوحدنا، بنبقى واقف جنبنا مركب على ايدينا اليمين ومركب على ايدينا الشمال. فاحنا لازم نكون حافظين اسم المركب علشان اتعامل معاكم كلكم. اسم المركب النهارده مركب بيروت شرق، سواء على اليخت سواء على في الميه. اول ما اقول مركب كلكم مركب بيروت شرق اقول لكم يلا بينا نتحرك، يلا بينا نطلع فوق، يلا الوقت انتهى. اقول لكم اسم المركب، بس قبل ما اشرح لكم المركب بتاعتنا احب ارحب بالناس اللي جايه تنفذ معاك الرحله النهارده، او معاك 2 طقم جايين النهارده ينفذوا معاك الرحله بتاعتك. اول طقم اللي هو الناس اللي عايشه هنا، اللي هو طقم المركب دي زي بيتهم بالظبط. اول واحد نرحب بيه اللي هو الرئيس بتاعنا، نسمع له تحيه كبيره. تاني حد موجود معانا النهارده اللي هما الاثنين البحريه اللي بيساعدوا الرئيس على ربط المركب. تالت حاجه اللي هو الشيف بتاعنا، ده لو ما سمعش تحيه كبيره مش هيعمل لنا اكل النهارده. تاني طقم يا جماعه جاي معاك ينفذ الرحله بتاعتك، ضيف زيك زيه بالظبط بيجي ينفذ معاك الرحله بتاعته وبعد كده بيطلع بره. فهو اول واحد موجود معانا كابتن شهاب، نسمع له تحيه كبيره. تاني واحد انا اسمي سيد يا جماعه، انا وكابتن شهاب موجودين معاكم النهارده مدربين غطس، هنبقى معاكم على تنفيذ الرحله بتاعتكم. الناس اللي محتاجه ماسك، محتاج لايف جاكيت، محتاج تتفرج على البيئه البحريه بتاعتنا، تتفرج على الشعب، الاسماك الموجوده، هنكون موجودين معاكم النهارده. اي حد محتاج حاجه بيرجع لنا، مفيش اي مشكله، بنقدر ان احنا نكملها له. تمام، نرجع للمركب بتاعتنا. ان شاء الله المركب بتاعتنا متكونه من طبقتين. اول طبقه اللي هو الدور الارضي زي ما انتم شايفين. الدور الارضي متكون من 4 حاجات. اول حاجه اللي هي البلاتفورم اللي قدام، تمام. تاني حاجه الممرين اللي موجودين عندنا في الكامب، دول طبعا فيهم 2 حمام. ما يفرقش طبعا حريمي من الرجال، بس انت اهم حاجه لما تخش الحمام اقفل على نفسك بلوك كويس، تمام. اللي يجي يخش الحمام استاذنك تخبط 3 خبطات بالشكل ده، عشان اللي جوه مهما هيرد عليك مش هيسمعه، فاستاذنك اللي جوه هيرد عليه بنفس ال3 خبطات. اتفقنا؟ مش هيسمعك من صوت الهواء، من صوت الكاس اللي هيكون شغال، من صوت المكنه اللي هتكون شغاله. اخر حاجه اللي هي الدروه اللي قدام ده، لو حد حابب يطلع يقعد قدام يتصور قدام مفيش اي مشكله. تاني حاجه اللي هو الدور التاني بتاعنا، طبعا ده ممنوع ان احنا نتحرك عليه مبلولين. طبعا عندنا النهارده 3 حاجات ممنوع ان احنا نتحرك عليهم مبلولين، علشان دول دراي اريا. اول حاجه اللي هو الصالون بتاعنا اللي احنا بنستلم منه وجبه العشاء بتاعتنا. تاني حاجه اللي هو السلم. تالت حاجه اللي هو الدور بتاعنا. فانت وانت جاي نازل الميه استاذنك هتاخد الفوطه بتاعتك، هتلاقي 2 بار ستانلس تحت، اربط الفوطه بتاعتك كويس. تطلع من الميه هتلاقي في 2 شاور قدام على البلاتفورم قدام، تحلي نفسك كويس، تنشف نفسك، تبتدي تتحرك على المركب زي ما انت عايز. طبعا عشان ممنوع ان حد يطلع على السلم مبلول، حد يطلع هنا مبلول. ليه بقى نطلع مبلول؟ لان اغلبيه الناس اللي بشوفها بتنزل بوشها بالشكل ده، فدي اخطر حاجه موجوده معانا النهارده، اللي هو السلم ثم السلم ثم السلم. طبعا انت مالكش علاقه بالطقم اللي موجود على المركب، الناس دي عايشه هنا عارفه هي بتمشي ازاي، بتتحرك ازاي، مش اي مشكله. معظم الناس اللي لا قدر الله يشوفك معاها على السلم، السلم كله زحمه على راسك، على حسب تمام. فاستاذنك هتمسك في المقبض ده كويس بايدك هنا، تنزل درجه درجه بالشكل ده، هتطلع درجه بالشكل ده. دي عشان خاطر سلامتك انت، عشانك انت مش عشانك، تمام. في برضك عندنا اول ما بننزل من على السلم هنا هنلاقي ميني بار على ايدينا اليمين، في ميه سخنه، ميه ساقعه، في نسكافيه، في شاي. اخدم نفسك بنفسك على مدار اليوم، مفيش اي مشكله. اي حاجه بتنقص هترجع لاي حد موجود على المركب ده يكملها لك، تمام. وجبه العشاء بتاعتنا ان شاء الله هتبقى في حدود الساعه 7:30. طبعا هننزل لاين واحد، هنخش 5-5، تاخد الطبق بتاعك، هتلف على الاصناف اللي موجوده كلها، تلف على الاصناف الموجوده كلها، تطلع تاكل بره، تاكل فوق، تاكل في اي مكان، ممنوع ان حد يقعد في الصالون. بس بعد ما تخلص هتنزل الطبق التاني تدخله للشيف في الموضوع، تمام. بالنسبه للناس اللي بتدخن، الناس اللي بتشرب سجاير، هتلاقي في على كل ترابيزه طفايه. حابب تتحرك في اي مكان استاذنك اشوف كوبايه بلاستيك
اللي هيقع منه ماسك هيقول الكابتن اللي موجود معاه هيتصرف وهينزل يجيبه. اي حد هيضيع منه ماسك مش هنعرف نجيبه، هضطر احاسبه عليه 450 جنيه، لان هيسلمك ماسك سيليكون مش ماسك بلاستيك. حد عنده استفسار في اي حاجه يا جماعه؟ ايوه انا هنط كان مسموح منك انك تنط اللي هو قدام. حد عنده استفسار في اي حاجه؟ طب يلا الناس اللي هتنزل الميه نجهز نفسنا من دلوقتي عشان قدامنا 5 دقايق بالظبط ونبقى جاهزين. الناس اللي هتستلم ماسك تيجي تستلم معايا من تحت. مفيش هنا ناحيه الشعب. كان هنا من كام يوم وكنا بنلعب معاه. نوع من انواع القش كان موجود هنا من كام يوم فعلا. طيب اللاجونة اهو، شاطئ اللاجونة اهو، والله اللاجونة اهو، اسأله هيقولك اللاجونة. هنا بقى احنا غيرنا ونزلنا بقى زي ما انتم شايفين كده، صورنا على المركب ونزلنا بقى غيرنا هدومنا طبعا، لبسنا المايوهات ونزلنا خدنا بقى يعني جولة كده تحت المية. وده كان غدانا النهاردة على المركب وكده، رز بخضار، في مكرونه، هو اوبن بوفيه، فاحنا حطينا بحيث ان احنا لو يعني لو ما عجبناش مثلا المكرونه ممكن ناكل رز وخضار وكده وكفته، وكان في فراخ بانيه وسلطه وكده. بصراحه كان الاكل حلو يعني مش وحش. وطبعا كان في مشروبات بقى طبعا على المركب، كان في مشروبات بقى شاي ونسكافيه وبيبسي وكده وميه كله على المركب، يعني فري عادي خالص. تمام. وهنا بقى كنا مروحين خلاص ومشغلين بقى اغاني وكده ومروحين خلاص. كنا من الصبح لحد بالليل الساعه 9 بالليل كنا مروحين فعلا مستمتعين، مفيش ارهاق ولا اي حاجه، لان المكان كان حلو جدا وكان مترتب ومنظم جدا. بس ويا رب فيديو النهارده يعجبكم. متنسونيش بقى في اللايكات والتعليقات الكتير كتير كتير، ولو في اي حاجه مش عاجباكم يعني ممكن تفيدوني وهادي يعني. وباي باي.